بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا وهنقول اللي هيهد مصر سلوكيات من الداخل، مش العدو الخارجي. العدو الخارجي احنا عارفينه مين، والجيش عامل حسابه والدولة عاملة حسابها إن شاء الله. أما العدو الداخلي اللي احنا نفسنا، سلوكيات وعدم تنفيذ قانون هيؤدي هيوقف التنمية وهيأخرنا. لكن احنا العجلة ماشية الحمد لله، بس لازم نضرب ايد من حديد على كل المخالفين وكل الفاسدين في كل المجالات. قلنا وهقول وهزيد وهعيد، في فساد في سلوكات بس ده ما يتعممش على كل المصريين. ده ممكن يكونوا 10% ومش هيقدروا ان شاء الله يخربوا مصر. لكن نقطة حبر لو اتحطت، هما نقطة حبر لو اتحطت في درق مية جردل مية هتعكروا. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. النهارده حصلت حادثة في أشمون برضه ناحية المنوفية، وقفوا فيها 9 بسبب سواق ميكروباص فاسد. يجوا الركاب، فيديوهات للركاب جابوهم وهم بيقولوا قلنا له اهدى هتموتنا 3 مرات 4 مرات، مفيش فايدة فيه. راح داخل في تريلا وميكروباص جاي من وراه طاير ورا منه كمان، كلهم طايرين ديب، والطريق في عمل. الناس دي لبس فيه من ورا، وقفوا 9 والميكروباص بقى حتة عجين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نرجع نقول الحكومة ورئيس السيسي وكامل الوزير. لا، في سلبيات في كل الوزارات الحكومية وفي وزارة كامل الوزير، بس اللي عمله كامل الوزير هنتكلم عليه دلوقتي. بس بعد ما اقول النهارده نزلت احصائيات ونزلها برنامجه احمد موسى المرور، من برامج كتير نزلتها. الهيئه العامه للمرور، وزاره الداخليه، نزلت احصائيه من 1/1/25 ل 1/6 5 و1/7 او 25، من 1/1 ل 1/7 يعني 6 شهور. 18 مليون مخالفة مرورية يا خلق الله. 18 مليون مخالفة مرورية، دول اللي اتماسكوا. وفي 20 مخالفة، 20 مليون ما اتمسكوش. هل ده يعقل؟ بلد اتعاملت فيها شبكة طرق، يعني احنا شبكة الطرق دي اتعاملت عشان نجري ونموت ونحمل على النقل التقيل، يحمل عمولات زيادة ويتكسر في الكباري وفي الطرق. لا، لازم المرور يضرب بيد من حديد، ومجلس الشعب يشعب وسن قوانين. يا ناس ارحمونا. مخالفات في كل مكان. انا كل يوم بشوف 5 6 ماشيين عكس الاتجاه في جميع المحافظات، في 27 محافظه. واحنا شعب عاطفي. ما ده الوزير يستقيل وده مش عارف ايه. يعني الوزير هيعمل ايه للسواق ده؟ هيعمل ايه مثلا لمهندس مش مظبوط؟ هيعمل ايه للظابط مش مظبوط؟ هيعمل ايه العسكري مش مظبوط؟ هيعمل ايه لسواق الخمرجي؟ لا لا. تطبيق القانون، لو طبق القانون المرور وتزود ونغلظ في العقوبات، هنبقى زي اوروبا وزي الدول المتقدمه. هنبقى زي اوروبا وزي الدول المتقدمه. انا قلت في الفيديو اللي فات ايه هو اللي بسبب
الفساد في مصر أول حاجة قلة الدين وقلة الضمير. قلة الدين وقلة الضمير بتفتح كل حاجة، تخليك تشرب تاكل مخدرات، تبقى فاسد ومرتشي، كل حاجة وحشة، وخاين لبلدك وخاين لضميرك وخاين لدينك وخاين لأسرتك، لأن بتاكلهم حرام. طب إيه اللي، طب خلاص، هل أوروبا مثلا ملايكة؟ لا مش ملايكة، بس هناك عارفين لو اتأخرت دقيقة عن شغلك خصم، مشيت مخالف خصم، الوزير قبل الغفير بيطبق. وده اللي احنا عايزينه في مصر، تطبيق القوانين في جميع المصالح الحكوميه اللي هي جبيانه ورا. لذلك قلت في الفيديو اللي فات الخصخصه، يا ناس ارحمونا. ما الخصخصه والمصنع مستثمر اشتراه او المصلحه دي مستثمر اشتراها، هيتابع ويشوف، والعامل الوحش هيمشيه والمهندس الوحش هيمشيه ويجيب غيره. انما الفساد الحكومي والواسطه والرشوه او المحسوبيه، نطبق بقى القانون في جميع مؤسسات الدوله الحكوميه. لو مش هنخصص، نعمل رقابه اداريه، نعمل اي حاجه. في قوانين بس ما بننفذهاش، في قوانين رادعه بس ما بننفذهاش. النهارده مات تسعه، ومن كام يوم ماتوا 18 بنت في نفس الاماكن. لا، حتى الرئيس السيسي النهارده قال له وقفوا الطريق ده وقال عايز لجنه تتشكل وتشوف ايه الاسباب اللي كان ممكن يتوقف الطريق، ويشوفوا اي مسار تاني لحد ما يكملوا الصيانه. ما كل الطرق بيتعمل لها صيانه، وبيغيروا الاتجاهات وبيغيروا البتاع، وحاطين علامات ارشاديه وموقفين مرور وموقفين، وما فيش فايده. الحته اللي ما فيهاش عسكري مرور طياره. زهقنا واتخنقنا، ارحمونا بقى. وبعدين ليه حمله داخليه من الاخوان ومن المفسدين في مصر واللي عقولهم على قدهم على الوزير كامل الوزير، سياده الفريق كامل الوزير. محاولات من بره، لان الراجل ده ما تم السنه في وزاره الصناعه، وخد عندك بقى عمال يجيب، ووزاره النقل عمال يجيب استثمارات. عام راجل بدأ من الصفر، كان ملازم اول، وهو اللي راح نظف سينا من الالغام بعد ما راحوا منها، اسرائيل مشيت منها. قال لك انا عايز اروح اشتغل في سينا، شال الغام وهو لسه ملازم اول، ومسك رئيس الهيئه الهندسيه في القوات المسلحه. انا شفته بعينيا فحر القناه الجديد والانفاق بتاعه الاسماعيليه وبورسعيد والسويس، شفته بعينيا واقف في الروبه وواقف في الحر وواقف في الشمس مع المقاولين، وبتخانق مع المقاولين اللي بيتاخروا، اللي بيدوا بالتايم وبالساعه وبالشريحه، ومشيهم كان على الصراط المستقيم. انجز قناه السويس، كان بيشرف على الشركات اللي واخده اللي هي روسكوم وعثمان وبتروجيت ومش عارف. كان مشغل دول بيدوا مقاولين بالبطن برضه. كان واقف على رجليه، شفته كان واقف على رجليه في جميع المواقع. حفر القناه في وقت قياسي، عمل 5 أنفاق في وقت قياسي. ايه ده؟ لا، راح حواس القطارات بقى كانت كل شويه قطارات، والسكه الحديد اتهلكت والفساد فيها كان. دخل الراجل نظف، عمل سكه حديد جديده وقطارات جديده واستثمارات جديده بالمليارات، وبيعمل سكه حديد بالكهرباء هتجيب من السخنه لحد اسكندريه. عمل الطريق الاقليمي ده كمله، اللي هو رابط من السويس لحد الضبع ومرسى مطروح. عملات زياده، فين المرور على العملات الزياده؟
حتى بعض الدول العربيه بتحارب الراجل على السوشيال ميديا وفي الباطن والبتاع، لان هينقل مصر وان شاء الله الله يخليها احسن من الامارات. وعلى فكره في ناس في دول الخليج وبالذات الامارات مش عايزين كامل الوزير، عشان عمال يعمل مناطق صناعيه ومناطق مش عارف ايه، شغال على احسن ما يكون. سنه واحده كانت ملفات قد كده. ما تبقوش النبي نشغل عقلنا ونبص نشوف ايه اتعمل وايه ما اتعملش والتقصير فين، الدنيا فين. مش كل واحد يقول لك لا ده اصله الهيئه الهندسيه في الجيش كانت عليها مليون جنيه بعد المقاولين تشوف ايه السبب. والجيش ما بياكلش حاجه. وان وإن- وإن كنت متضرر من الهيئه الهندسيه من الجيش، روح للرئيس السيسي ابعت له شكوتك هتوصل له وحقك هيجي لك. انما نقول اشاعات ونقول مش عارف ايه زي الواد محمد علي اللي بره ده، اعوذ بالله من غضب الله. انا مع كامل الوزير، عنده سلبيات في وزارته والناس ما عندهاش ضمير، قد يكون مهندس، عمال، مديرين فسده، بس راجل شغال، راجل شغال، راجل عمل حاجات ما اتعملتش ولسه شغال. سكه حديد بتتعمل في سينا من اول سينا لاخر سينا. اعوذ بالله منكم. اشاعات اهو 18 مليون مخالفه مروريه في 6 شهور. مال وزير الداخليه، مال وزير النقل، مال وزير العدل، مال وزير الهباب على دماغكم. ما كل بلد فيها كده، بس حاجه واحده اللي مقصره فيها الحكومه. في حاجات قله الوظائف، الناس بتوظف مداخل، انما الوظيفه الميري دي اللي فتك الميري اتملت في تراب دي ما عادتش. وفي امريكا كده وفي كل العالم كده. ترامب فصل الملايين الموظفين الفدراليين. مقصرين، الحكومه مقصره، اللي هي لازم تضرب بايد من حديد على الوزير المخالف، على المحافظ المخالف، على العامل المخالف، على المهندس المخالف، على الدكتور المخالف، على المدرس المخالف، على كله. وعلى عامة الشعب بقى اللي يتمسك يشرب مخدرات وهو ماشي في الشارع يتحبس، والقائد السيارة يتحبس، ورخص تتسحب منه مرة وتاني مرة تتلغي، وغلظ المخالفات المرورية. أيوة أنا معاه، امشي عدل. ما هو من أمن العقاب يا ناس أساء الأدب. ابنك في البيت لو أمن العقاب هيسيء الأدب. ارحمونا وسيبوا البلد دي ماشية في الطريق الصحيح. الغلاء وفي غلاء وفي فساد في كل بلاد العالم، والدولة بتحارب أنا بشوف. لكن القاع لو ما فيش عند الناس أخلاق وضمير والتزام بالدين، الع- العصا بتاعتهم تبقى القانون يطبق على الغفير والوزير. أنا قلت إحنا شعب عاطفي، نلغي العاطفة ونتعامل بعقلنا، هنعلى وهنعلى وهنعلى. إحنا شعب مش قليل، إحنا إحنا حضارة مش قليلة، لكن للأسف السلبيات موجودة، وللأسف بادئة من القاع للقمة. وعشان وعشان تصلح القمة لازم تصلح القاع الأول. الأساس الفاسد في الشعب يتضرب بالجزمة القديمة، لا مؤاخذة، يتضرب بالجزمة القديمة. كان من يكن 18 مليون مخالفة مرورية في 6 شهور، بيجي 20 مليون مخالفة مرورية ما اتمسكتش، وأنا عارف وأنا بقابل كل يوم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. ومن يتق الله يجعل له خيرا له حيث يحتسب. وعاشت مصر وعاش شعب مصر وجيش مصر ورئيس مصر، وتحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.